بسم الله الرحمن الرحيم. كيف أنشئ قناة مربحة؟ سألني صديقي أريد إنشاء قناة في الحال تدر علي كثرة الأموال. قلت تحدث عن المهدي فنعم الموال. من أين سيخرج، من الجنوب أو الشمال؟ وهل سيلبس الجلباب أو السروال؟ وهل هدي أو أنه لا يزال منغمسا في الضلال؟ وهل يعيش بالحرام أو الحلال؟ وهل هو موظف أو عامل من العمال؟ وهل هو فقير أو أنه رجل أعمال؟ وهل سيسبق الطارق والدجال؟ وكيف سيصلحه الله في الحال؟ وهل سيصعد إلى السماء بدعاء وابتهال؟ وفي الحرب هل سيقاتل بالنووي أو السيوف والنبال؟ وهل هو متزوج وله أطفال أو أنه أعزب لا يهتم بالنساء كالرجال؟ وهل اسمه محمد أو بلال أو علال؟ وهل يتقن كل اللغات أو أنه أمي في كل مجال؟ أو أنه قوي شرس ليس له مثال؟ أو أن به أسحار ويشكو من كل مرض عضال؟ أو أنه شاب لم يبلغ 30 أو 40 حسب القيل والقال؟ أو أنه شيخ عجوز لكنه قوي مثل الأبطال؟ أو أنه جاهل أو أنه ذو سلاح لا يخطر على بال؟ أو أن به جن يتخبطه في الصباح وبعد الزوال؟ أو أنه مراقب من طرف الشياطين وأعوان الدجال؟ أو أن الله حافظه من كل متربص محتال؟ أو أنه لا يعرف أنه المهدي المذكور قبل قرون وأجيال؟ أو أنه يعرف أنه المهدي فيتنكر كحرباء بين الأدغال؟ وأنه مذكور في الحديث والإنجيل وعند الهندوس الأندال، وفي القرآن بآيات تحتمل التأويل الضال. وعزز ذلك كله بأحلام تفسر حسب الأهواء والأحوال، لتشوق المشاهد المتعطش الذي يشكو من الفقر والظلم والانحلال، فتعطيه أملا أنه قد حان وقت النصر والاستقلال. وخصص لكل موضوع حلقات طوال، حتى لو تكررت فالمشاهد لا يلقي لها بال. فقصة المهدي نعم الربح ونعم الموال. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله، وجزاكم الله عنا كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف أنشئ قناة